السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. اليوم غادي نحضر معكم حلوة سهلة وسريعة اقتصادية كتعطي كمية كثيرة، ممكن تحضروها في آخر لحظة، كتجي هشيشة تذوب ذوبان في الفم. إلا عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوش خليو لايك وتبارطاجيوه مع أصدقائكم لتعم الفائدة. نحتاج 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، كأس من السكر، معيار الكأس 200 غرام، فانيليا كيس واحد فقط أو ملعقة صغيرة، نضيف رشة ملح لتحسين الذوق، نمزج المكونات جيدا. أنا غادي نخدم غير بالطراب اليدوي. نمزج المكونات حتى يذوب السكر ويتغير اللون ديال الخليط يولي اللون ديالو أبيض على هذا الشكل هذا. نضيف كأس من الزيت النباتي، نفس الكأس اللي وزنت به المكونات كلها كيوزن 200 غرام. نمزج الكل جيدا. من بعد نضيف 3 ملاعق كبيرة من العسل، نضيف كأس من اللوز محمر ومطحون مهرمش، ممكن تعوضوه بالكاوكاو أو الفول السوداني. 3 ملاعق كبيرة من الشوكولاتة فيرميسيل. نمزج الكل جيدا. من بعد نضيف الطحين اللي غربلته من قبل. نضيف الكأس الأول من الطحين، الكأس الثاني، خميرة الحلويات 16 غرام، 2 أكياس كل كيس فيه 8 غرام. نجمع العجين. إلى خصنا الطحين نضيف مرة أخرى. نجمع العجين حتى نحصل على عجينة تكون كتلتصق في اليد، ما تكونش قاصحة. غنزيد نضيف الطحين نصف كأس، ونجمع العجين. إلى خصني نضيف مرة أخرى. ضفت نصف الكأس الآخر. غنزيد نضيف نصف كأس من الطحين. هاد العجين هز لي 3 كؤوس ونصف من الطحين. نجمع العجين حتى نحصل على عجينة تكون كتلتصق في اليد. هذا هو القوام ديال العجين كيف كتشوفوا. نحتاج الصينيه اللي غطيف فيها الحلوى، المقاس ديالها 32 على 32 سنتي. انا فرشت ليها ورق الزبده، ممكن تدهنوها فقط بالقليل من الزيت. دهنت يدي بالقليل من الزيت باش يسهل عليا انني نبسط العجين بكل سهوله، لان العجين كيلتصق في اليد. طريقه سهله حلوه سريعه التحضير، ما كنشكلوها ما والو، مباشره كنبسطوها في الصينيه، كنخليوها حتى طيب، عاد كنقطعوها. انا غادي نقاد الوجه بهذا المدلك الصغير باش تجيني العجينه مستويه، ما تجيش جهه طالعه وجهه نازله. من بعد كندهن الوجه بمربى المشماش، نوزعو على الوجه بالملعقه على هذا الشكل هذا. من بعد نعمل طبقه من شرائح اللوز. انا عملت مربى المشماش باش شرائح اللوز تجي لاصقه مزيان على العجين. ممكن تعوضوا شرائح اللوز بشرائح الكاوكاو او الفول السوداني، وممكن تعملوا فول سوداني او كاوكاو مهرمش اللي متوفر عندكم. لانني انا عملت اللوز في العجين فزينت الوجه باللوز.
كنقاد الوجه بيدي على هذا الشكل هذا باش هاد شرائح اللوز تجي لاصقه مزيان على العجين. من بعد ندخل الصينيه للفرن على درجه حراره 180 درجه، فرن ساخن من قبل. الفرن انا شعلت عليه غير من التحت حتى طيب الحلوى، من بعد كنشعل عليه من الفوق. ندخل الصينيه للفرن ونعاود نرجع معكم من بعد ما طيب الحلوى. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن. كتجي طيبه مزيان، ما كتاخذش وقت كبير في الفرن، كطيب بسرعه. الحلوى مازال سخونه. كندهن الوجه ديالها بالعسل، ممكن تعوضوا العسل بمربى المشماش. الحلوى دغيا كتشرب هذا العسل لانها سخونه. هذا هو الشكل ديال الحلوى من بعد ما شربت هذاك العسل. كيف كتشوفوا انا خليتها حتى بردات، من بعد غادي نقطعها. سهله في التقطيع، كنقطعها بكل سهوله. انا غنقطعها مربعات، ممكن تقطعوه بالشكل اللي بغيتو. حلوه اللي كنحضروها دفعه واحده، كتاخدش منا وقت كبير. انا قطعت مربعات شويه كبيره، الا صغرتو غادي تعطيكم كميه اكثر. غادي نهز لكم قطعه باش تشوفوا الشكل ديال الحلوى كيف عامل. هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا. حلوى سهله وسريعه اقتصاديه، كتعطينا كميه كثيره. حضروها دفعه واحده، ممكن تحضروها في اخر لحظه، ما كتاخذش منا وقت كبير، تاخذ منا وقت اعداد الشاي فقط. من اسهل والذ الحلويات اللي عملت، كتجي معلكه وفي نفس الوقت كتجي مقرمشه. انا مأكده الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف، لانها فعلا تستحق التجربه. حلوى اللي تقدموها مع الشاي او القهوه. انا عملتها باللوز، ممكن تعوضوه بالفول السوداني او الكاوكاو، حتى هي كتجي زوينه. هذا هو الشكل ديالها عن قرب، كيجي الشكل ديالها جميل جدا، شكل راقي، والمذاق يا سلام ما تشبعوش منه. الى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسونيش من التعاليق ديالكم الجميله، من اللايكات ديالكم، وتبارطاجوا الفيديو مع اصدقائكم لتعم الفائده. والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.